يا مساء الخيرات، ان شاء الله تكونوا بخير. دي حاجة بسيطة، يعني اتسألت عليها الفترة اللي فاتت كتير وقلت افكر فيها مع حضراتكم كده، يمكن ايه حد يستفيد منها. دور العبادة، مش الدور، لا الدور اللي هي دار، يا جماعة دار يعني. اذا كانت مسجد او كنيسة جوه الكومباوندز. اعتقد المسلمين بيحتاجوا يروحوا 5 صلوات في المسجد غير صلاة الجمعة. فمحتاجين يكون في مسجد على الاقل جوه الكومباوند. في مساجد في كومباوندز كتيرة ما فيهاش مساجد، ودي بتسبب مشكلة لناس كتير كبيرة، مش مشكلة صغيرة. في ناس كانت عاجبها المكان جدا وصرفت نظر عنه عشان هو ما فيهوش مسجد. المطور كتر ألف خيره بيعمل كل حاجة، كل أنواع الزحاليق والمراجيح وكل ما يستطيع فعله من أجل ترفيه العميل. فالمسجد اعتقد مش هياخد اكتر من، لو هو عايز يعمل حاجه كبيره يعني، مش هياخد له مساحه 500 متر بالكتير يعني. فدي حاجه بيعيا بتخلي ناس كتير ما تفكرش في المشروع بتاع حضرتك. وحضرتك كعميل ما تنساش تسأل عليها لو دي حاجة تهم حضرتك، لأن أنت لما تيجي تستلم وما تلاقيش مسجد في المكان بتاعك، فحضرتك محتاج 5 صلوات تطلع بعربيتك بره تدور على مسجد، وأقرب مسجد ليك الله أعلم هيكون فين. ف وحضرتك برضو كراجل مسيحي ممكن تشوف برضو القصة دي تمشي ازاي وتكون. لو حضرتك برضو، انا بصراحة معرفش العدد الصلوات اللي بيبقوا محتاجينها في اليوم، ولكن اعتقد المسلمين اكتر في اليوم، ف5 مرات. فطبعا شوية في عملاء كتير بعدوا عن اماكن بعينها علشان ما فيهاش مساجد. والزاوية غير المسجد طبعا والمصلى والحاجات دي. فالمسجد مهم جدا بيعيا ومهم جدا لحضرتك لو انت مهتم بالموضوع، لان حضرتك هتتفاجئ ان انت البيت ما فيهوش مسجد او الكومباوند، اسف، ما فيهوش مسجد. فهتضطر تطلع بعربيتك، فالموضوع هيبقى صعب. هتتحرك 5 مرات في اليوم بالعربية، مرة هيبقى مرة مرتين بتاع، بعد كده الموضوع هيبقى تقيل على حضرتك، وفي ناس فعلا بتتضايق. فمش عايز اكرر الكلام كتير ودي حاجة صغيرة قلت افكر حضراتكم بيها وافكر كمان معاكم كعملاء وكمطورين. الموضوع كمطور مش يقف على حضرتك بأي حاجة خالص، بالعكس الموضوع بسيط جدا، ان انت توفر للناس دور العبادة عندك في المكان. وحضرتك كعميل بس خلي بالك من الحتة دي وانت بتشتري لو الموضوع يهمك. اشوفكم على خير.